حضرتك بتلاقي البيضتين مش مخصبين، تقول في مشاكل في الذكر، تروح مدي فلفل اسمر، مدي ادويه، مدي غيره، ويكون الموضوع ملهوش دعوه تماما بصحه الفرد. شاركتكم وقلت لكم ان الفرد ده من النتايه بتاعته المفصص دي، واللي اداهالي استاذ احمد خليفه رئيس الاتحاد، والذكر ده ثواني انطر، والذكر ده اداهولي استاذ وائل الشريف برضو عضو في اتحاد الزاجل، كتر الف خيرهم عشان يدعموا المحتوى بتاعي. وكان اول شغل ليهم كانت البيضتين صغيرين، وقلت لكم عادي جدا برضو في اول شغل. المهم تاني شغل طلعوا ان هم مفيش اي تخصيب، بس اللي انا لاحظته ان ولادي لما بيدخلوا البلكونه يروح الذكر قايم او النتايه قايمه، فمفيش تحضير بيت كويس. فانا عملت وده كان فكره احد المتابعين، قال لي قفلي الجزء ده والجزء ده بحيث لو في اي حد موجود في البلكونه ما يقوموش ويعرفوا يحضنوا. النهارده